تعال نشوف ازاي امام عاشور بيسجل هدف ولا اروع للاهلي قدام العين الاماراتي. لان جمال الهدف مش بس في انهاء امام العالمي، وانما في الجمله من اولها لاخرها. العين بيفقد الكرة على حدود 18 النادي الاهلي، ودفاع الاهلي واقف 4 في خط الدفاع و3 نص ملعب وواقفين مظبوط قدام 6 لعيبه من هجوم العين الاماراتي. الهجمة اتحولت وبقت مرتدة للأهلي في موقف 3 من دفاع العين على 3 من هجوم الأهلي، طاهر ووسام والشحات. عايزك بقى تركز وتشوف تحرك الشحات داخل في قلب الدفاع العيناوي علشان يسحب معاه مدافع العين اليمين ويفضي مساحة على الجناح يقدر إمام عاشور يتحرك فيها. وأكيد ده تحرك من جملة متفق عليها واتدرب عليها لعيبة الأهلي. في الوضع ده كان طبيعي إن اللعيب بتاع نص الملعب بتاع العين اللي راجع مع إمام يروح يراقبه، إلا إنه ما عملش ده وتركيزه كان على الكورة بس. وده يعكس لك سوء مستوى وقلة تركيز لعيبة العين طول أحداث اللقاء. علشان توصل الكورة لطاهر محمد طاهر أحد نجوم اللقاء بلا منازع، والمدافع سابه يستلم براحته وما ضغطش عليه. وهنا لو كان ده بيرسي تاو كان هيحاول يلعب فردي ويعدي في موقف 1 على 1. إنما من أسباب إن كولر بيفضل طاهر مؤخرا هي الجماعية في الأداء، وإنه ما بيخسرش الكورة كتير علشان يلعب عرضية بالمقاس. بس التفاصيل ما خلصتش لحد هنا. بص على حسين الشحات ووسام أبو علي إزاي ضحوا بنفسهم علشان خاطر الفريق. الاتنين واقفين في مكان تقريبا مستحيل الكرة تتلعب لهم فيه. وشوف الاتنين اللي كان ممكن يمسكوا إمام عاشور على خط واحد وبعيد عنه نتيجة الإحساس اللي وصل لهم من تحركات حسين ووسام إن اللعبة هيكمل على الجنب اليمين علشان توصل الكورة لإمام بدون أي رقابة تماما، علشان يبقى أحسن ختام لأحسن جملة تكتيكية ألفها البارون مارسيل كولر. أشكرك لو وصلت لحد هنا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير لو عجبك الفيديو.